الفيديو بتاع النهارده هو هديه للمتابعين. كنت عملت كده فيديو من فتره ان انا بتكلم على ان انا اقدر اتفرج على المطوشه والحاجات اللي لايف، وما لقيتش مناسبه اهم من كاس العالم عشان اعرض عليكم الموضوع دوت ونفهم مع بعض بيتعامل ازاي، واتمنى ان هو يشتغل مع كل الناس. بس قبل ما نبدا في الفيديو بتاع النهارده، لو انت معاك حق الاشتراك اشترك واتفرج، ولكن الفيديو دوت مخصص للناس اللي ممكن تكون حالتها صعبه جدا ومش عارف يدفع الاشتراك ونفسه يتفرج على حدث زي كاس العالم اللي بيتلعب كل 4 سنين مره. عاوز انوه على حاجه قبل ما نبدا، الحاجات اللي انا هقول لك عليها هسيبها لكم في اول تعليق، فاتمنى من الناس اللي بتتفرج على الفيديو دوت اعمل لايك للتعليق ده واكتب كلمه شكر تحتيه، مش عشان حاجه صدقني، ولكن عشان التعليق ده يفضل على طول فوق، لان اي حد يتفرج على الفيديو ده هيحتاج اللي انا هكتبه في اول تعليق. فاتمنى ان انتوا تدعمونا بالشير عشان الناس اللي بتتفرج، وتاني حاجه ان انتوا تعلقوا على اول تعليق انا هسيبه اللي فيه الكلام اللي احنا هنتكلمه. اول حاجه انت محتاج تعملها هتخش على الاب ستور، او لو عندك اندرويد هتخش على جوجل بلاي، وهتيجي على خانه البحث من فوق زي ما انتم شايفين كده، وهتكتب STRMTV، الكلمه اللي انتوا شايفينها ديت، وهنعمل بحث عشان يطلع لك البرنامج اللي احنا شايفينه دوت. هتلاقي علامته كده عامله زي التلفزيون الواقعه، وهننزله عادي، وبعد كده هنضغط اوبن. تمام، سيبك من المنظر ده لان انت مش هتلاقيه عندك عشان انت اول مره تشغل البرنامج، ولكن انت هتيجي على علامه الزائد اللي موجوده من فوق على الشمال، هتضغط عليها، هتعمل اد بلاي ليست، وهتيجي على علامه الزائد اللي من تحت، في واحده زائد تحت هنا، هنضغط عليها. بعد كده هيقول لك create empty ولا import playlist، هتختار اول اختيار اللي هو import playlist from an URL، هنضغط عليها. ودلوقتي هيجي هنا حاجه انت لازم تكتبها، وهو ده اللي انا هكتبها لكم في اول تعليق. طبعا انا حاططها في نوت عندي هنا، فانا هعمل كوبي ليها زي ما انتم شايفين، هعمل كوبي لللينك ده اهو، كوبي لينك، وهرجع على البرنامج مره تاني في الخانه الفاضيه اللي انا شرحتها لكم ديت، هتيجي تعمل بيست، وبعد كده هتقول له سيف. مجرد ان انت تعمل له سيف هتلاقي القائمه اللي انت شايفها ديت طلعت قدامك. القائمه ديت هتلاقيها فيها كل القنوات والرياضه والانترتينمنت والنيوز. لو ما لقيتهاش ظهرت معاك، شد التليفون شده لتحت عشان يعمل معاك ريفرش بالحاجه اللي بتتلعب حاليا. ده هنا اللايف تي في، الماتش اللي بيتلعب حاليا في كاس العالم في التوقيت اللي انا بعمل فيه الفيديو، امريكا وويلز، واعطيك كذا سيرفر ليها، 1 2 3 4 6. فبتضغط انت على اي واحد. انا مش هينفع اشغل حاجه مش عشان حاجه والله، بس عشان الفيديو ده لو اشتغل منه اي حاجه عليها حقوق طبع ونشر، الفيديو دوت هيتمسح. حصلت معايا قبل كده مليون مره، حتى كان في ناس كان نفسي اعمل لهم موضوع الاشتراك بتاع بيسموه ايه ده، الشيرنج والحاجات دي، بس للاسف كل ما اضغط على حاجه الفيديو بيتم مسحه. عامه لو نزلت لتحت شويه هتلاقي قنوات البين سبورتس لو عاوز تتفرج عليها، ولو نزلت لتحت هتلاقي فيه السكاي، وتفضل نازل بقى لتحت تتفرج على كل القنوات الرياضيه اللي انت عاوزها. ولكن احنا اللي هيهمنا اول 4 أو 5 حاجات، دول اللي هتلاقي اللايف اللي بيتلعب. يعني بكره ان شاء الله لو دخلت هنا هتعمل ريفرش هتلاقي المطوشه اللي انت عاوزها. ممكن بقى تروح على اللايف ايفنت اللي هي تاني اختيار من فوق ده عشان تشوف اللايف اللي بيتلعب دلوقتي. لو عاوز انترتينمنت، يعني لو عاوز بقى تتفرج على اي محطة من دول براحتك، ولكن انا اعتقد معظمنا هيخش عشان يتفرج على الموضوع دوت. زي ما قلت وهكرر مرة تاني، انا كل اللي يهمني في الموضوع يا جماعة اللينك ده هسيبه لكم تحت في اول تعليق، فبس رجاء ان الناس تعمل عليه. الموضوع انا مجربه شخصيا وفاتح، تقدر تتفرج عيش. واتمنى برضو تكتبوا لنا تعليقات، يعني لو هتكتب كلمة شكر اشتغل، اكتب شكرا اشتغل، بس يا ريت ما تكتبوش في تعليق منفصل، اعلق على التعليق اللي انا هسيبه عشان يفضل دايما فين فوق، والناس ما تخشش تسأل هو فين ده، انا اجيبه منين. لا، هتلاقيه في التعليقات تحت الفيديو دوت، سواء على الفيسبوك او على اليوتيوب. اتمنى الموضوع يعجبكم وتتفرجوا على كاس العالم وتنبسطوا، ونشوفكم في الفيديو اللي جاي. مع السلامة.